في آية في سورة النساء، أنا حابة أشارككم هذه الآية لأن أنا بحبها. هي الآية 36 من سورة النساء. أمر الله سبحانه وتعالى فيها بعبادته وحده ولا نشرك به شيء، وبعد هذا الأمر العظيم بعبادته وحده ولا نشرك به شيء أمر بشوية أوامر من عظمتها اللي هو جابها بعد الأمر بعدم عبادة أحد سواه. وهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيا كان منصبك حاول تحسن للناس دي، للأب والأم، للأقارب، للمساكين، لليتامى. ما نستعلاش على حد ونتكبر على حد. للجار اللي احنا نعرفه أو القريب مننا اللي هو قريبنا، أو الجار اللي احنا مش عارفينه أو من ديانة تانية أو مشرك أو يهودي أو نصاري، ربنا أمر الإحسان إليه. وابن السبيل اي حد ساكن جنبك، هو مش ابن السبيل يعني مش ساكن في مصر او السياح اللي بيجودنا، ده ابن سبيل عابر سبيل مش قاعد في بلدنا، فلازم نحسن للناس دي كلها. وده امر من الله سبحانه وتعالى بعد عبادته سبحانه وتعالى. فمهما كان منصبنا نحسن اليهم، وليس الواصل يعني ما نبقاش زي ما هو يعمل انا هعمل، لا، حاول زي في علم النفس كل ما بتدي للناس اكتر ده بيجيب لك راحة نفسية، وربنا زي ما بتحسن للناس هيحسن إليك، وزي ما بتنفذ أمر عظيم من أوامره سبحانه وتعالى هيرد إليك الإحسان ده في حاجات تانية في حياتك. فدايما خلينا نحسن لأقرب الناس اللي ربنا أمر بيهم في السورة أو في الآية دي من آية 36 من سورة النساء.